مراسلنا محمد الشهراني أجرى لقاء مع وكيل أعمال اللاعبين خليفة المطيري الذي نقل بدر المطوع إلى الرياض. أستاذ خليفة المطيري وكيل أعمال اللاعب بدر المطوع. أستاذ خليفة، كما سمعنا أنه في الإعلام أنه كانت هناك مفاوضة من أندية سعودية أخرى للاعب بدر المطوع، هل هذا الكلام صحيح؟ وصحيح، بس أن النصر كان أكثر جدية، والنصر كان يعني بشكل رسمي، بالإضافة إلى وجودهم في الكويت في الوقت هذا يعني سهل لنا المهمة أكثر، وخذ النصر الاهتمام الأكثر يعني في الموضوع يعني. طيب أستاذ خليفة، هل صحيح الشيخ طلال فهد بحكم ميوله النصراوية سهلت مهمة الانتقال؟ والله هو شوف، هو الشيخ طلال طبعا رئيس سابق، لأنه هو الحين رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، لكن المجلس إدارة القادسية أغلب المجلس الإدارة بما فيها الرئيس بالإنابة الشيخ خالد هو ساعد على هالشيء، ويا الأخ بسام البسام ومجلس الإدارة عموما يعني. بعدين على فكرة كلهم نصراويين يعني، محبين مش مشجعين يعني للنصر يعني. طيب أستاذ خليفة، كما نعرف أنت وكيل أعمال للاعبين كثيرين قدموا للكرة السعودية ولمدربين حققوا نجاحات، من ضمنهم نيبوشا، كاماتشو، تفاريز، باكيتا، يعني تاريخك في الكرة السعودية ما شاء الله تبارك الله ناجح، هل هذا ينبئ لنجاح مبكر للاعب بدر المطوع؟ والله شوف، بدر المطوع مش يعني أنا بقول لك إياها، ما هو نجم يعني برز في بطولة أو اسم طلع في مباراة، لا، بدر من كان في البراعم وهو نجم وهو له شخصية داخل الملعب، وهذا الشيء إن شاء الله بإذنه تعالى راح يشوفونه ويلتمسونه الأخوان في نادي النصر، ومن ناحية جهاز فني أو جماهير يعني راح يشوفون شخصيته داخل الملعب. بدر يعني ما شاء الله تبارك الرحمن عليه، يعني بيحتاج بس فقط التوفيق من الله يعني، بس التوفيق، بس إذا توفق إن شاء الله راح يكون أحد النجوم. هو شوف، وبعدين على فكرة يعني بدر حتى في، ما أدري إذا قالها في المؤتمر أو يعني أمس كنا في لقاء معه مع بدر، ايش قال النصر نادي النصر عنده رمز وعنده أسطورة أنا لا يمكن أتعداهم، يعني رمز الأمير عبد الرحمن بن سعود وأسطورته ماجد عبد الله، فيقول أنا راح أكون من ضمن النجوم اللي بالنصر، اللي مثل المرحوم فادي الهريفي، محسن الجمعة، يقول أنا راح أكون من ضمن هالكوكب، لكن مش حكون لا أسطورته ولا رمزه. فعشان كذي أنا مع الفريق إن شاء الله نتساعد ونحقق الشيء اللي يرضي يعني. طيب أستاذ خليفة، في حال نجحت تجربة اللاعب بدر وهو لاعب كبير وبنسبة كبيرة راح ينجح، هل سيتم تمديد فترة الإعارة يعني في إمكانية لذلك؟ طبعا أكيد، هذه إن شاء الله في وقتها راح يكون الأولوية راح تكون للنصر، وبعدين أنا أتوقع أن تعامل النصر مع بدر أو بدر لما يلتمس التعامل مع النصر راح يحب الشيء هذا يعني، وإن شاء الله وبس بعدين عالم احتراف يعني. أنا أتوقع النصر إنه يستمر مع النصر إن شاء الله يعني. بعد معسكر الكويت كيف ترى استعداداتكم لخوض الدوري وبطولة كأس العهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احنا اخذنا معسكر في دولة الكويت، كان يعني معسكر الحمد لله ناجح، خصوصا انه كان مع جهاز فني جديد، وبدأ يعني اللي نشوف الانسجام والتقارب اكثر يعني من خلال وجهة النظر المدرب لنا، صار فيه انسجام كبير الحمد لله، يعني ما كان فيه يعني فترة طويلة يقول انك ما انسجمت مع المدرب، بس احنا الحمد لله خلال المعسكر بدأ المدرب انه يفهم اللعيبة واللعيبة تفهم طريقة التكتيك اللي يلعب فيها، واستفدنا الحمد لله استفادة كبيرة يعني. يعني يمكن اكثر شيء يمكن في التمارين اكثر من المباريات يعني، لان تعرف احنا عندنا التمرين كأنه زي مباراة، فاستفدنا، يمكن واجهنا فرق يمكن مستواهم مش ذاك المستوى، بس احنا طبقنا الشيء اللي يطلبه منا المدرب، والحمد لله يعني طلعنا بنتائج حلوه، ولعبنا طبعا بعد المعسكر بعد ما رجعنا الرياض مع نادي نجران السلامة، واخذنا مباراة وفزنا على فريق نجران 2-0، وكان مستوى طيب الحمد لله، وباقي تقريبا 6 أيام على كاس ولي العهد ان شاء الله. خلال الاسبوع هذا ان شاء الله راح نقدم كل ما بوسعنا ان شاء الله، ونرضي جمهورنا ان شاء الله ومسؤولين النادي. طيب كابتن عبد الرحمن، كيف ترى انضمام اللاعب بدر المطوع؟
بدر مطوع لاعب غني عن التعريف يعني. بدر كابتن كبير، وراح ان شاء الله يكون دعامه كبيره للنادي النصر، ونسال الله سبحانه وتعالى ان الله يوفقه ان شاء الله معنا، ويكون له دور كبير ان شاء الله في تحقيق يعني النتائج المرجوه لنادي النصر والبطولات ان شاء الله اللي راح نخوضها فيها باذن الله.